بكم فيديو جديد مع مستر هشام. ان شاء الله النهارده هنختم الصف الاول اعدادي الوحده التاسعه. بتتكلم عن البوسيسيف الملكيه او بوسيشنز. الملكيه يعني ايه ملكيه؟ يعني بنسال بيها عن هوز لملك من. النهارده هنتكلم على الفاعل والمفعول، وهنتكلم على البوسيسيف الملكيه الاشياء. طبعا كما عودتكم كل محاضره بنجيب اهم الكلمات واهم الجرامر، والنهارده اخر محاضره في الترم الاول، والان مع الوحده التاسعه واهم الكلمات. كالندر. كالندر يعني التقويم، يعني النتيجه. سيوينج ماشين ماكينه خياطه. تراديشنال ميوزك موسيقى تقليديه. تنس روكيت. تنس روكيت لعبة التنس. فان عربية شاحنة كبيرة. belong to يخص أو ينتمي لي. move to ينتقل إلى. those هؤلاء الجمع، طبعا انتوا عارفين هؤلاء الجمع البعيد. add يضيف. live at يعيش في مكان صغير. live in يعيش في مكان كبير. instead of بدلا من. plant نبات. welcome مرحبا. objects أشياء. drum طبلة. ربابة الربابة بتاعت زمان. ترومبيت المزمار. سمسمية طبعا حاجة معروفة في الإسماعيلية، بيموتوا في حاجة اسمها السمسمية. جيتار آلة الجيتار. فلوت المزمار أو آلة العود. kind of نوع من. long ago فترة طويلة. desert صحراء. special خاص. بعد كده نتكلم عن البوسيسيف. هنتكلم دلوقتي على حاجة مهمة جدا: ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفات الملكية. ضمائر الملكية، ضمائر الفاعل زي مين؟ I والهي والشي والإت والوي والزي واليو. دي ضمائر الفاعل، معروف بتيجي في أول الجملة أو يجي مكانها اسم. يعني نقول I play football. I play with him، يبقى جبت I أول الجملة. ممكن أقول أحمد plays with me، يبقى هنا جبت ضمائر فاعل وضمائر مفعول. مثال: ضمائر الفاعل I, he, she, it, we, they, you. ضمائر المفعول me، يبقى I ضمير المفعول بتاعها ايه؟ me. طب صفة ملكية، ما اقول حاجة خاصة بيا يبقى my. طب شيء مملوك ليه؟ ضمائر الملكية mine، يبقى نحفظه كده: I ضمائر فاعل، me ضمير مفعول، my صفات ملكية، mine ضمائر الملكية. طبعا بنقول he him، his his، she her hers، it its. طبعا هنا صفة الضمائر الملكية ملهاش. we us our ours، they them their theirs، you your yours. واحد يقول لي مش فاهم. افرض ما اقول ايه؟ I انا visit him. I انا فاعل، visit فاعل، him مفعول، يبقى انا زرته. يبقى الاي انا وهم ضمير مفعول. اما اقول she meet us هي قابلتنا، يبقى هي ضمائر فاعل، لكن us ضمائر مفعول. لما اقول لك ضمائر بقى صفات الملكيه، ما اقول my book كتابي، عاوز اقول كتابه اقول his book. طب كتابها her book. طب مجموعه our book كتابنا. طب كتبهم their books. مثال للتوضيح: صل على محمد. شهاب is late for school. شهاب is late for school. مش شهاب ولد يبقى هي، اكني بالظبط قلت he is late for school، يعني بدل شهاب جبت مين؟ هي ولد.
للتوضيح اكتر، اما اقول I give the book to شهاب يبقى انا اديت الكتاب لمين؟ لشهاب. طب مش شهاب ده ولد، يبقى I give the book to him. I give the book to him. يبقى ضمائر الفاعل، ضمائر الايه؟ الفاعل تحل محل ضمائر الفاعل في اول الجمله بدلا من الاسم وتكتب قبل الفاعل. يبقى ضمائر الفاعل تيجي امتى؟ في اول الجمله بدلا من الاسم وتكتب دائما قبل الفاعل. طب ضمائر المفعول تحل محل ضمائر المفعول بعد الفعل، بعد الايه؟ الفعل وبعد حرف الجر. لما اقول I visit him يبقى جت I قبلها وبعدها visit فعل وهم مفعول. بعد ما انتهينا من ضمائر المفعول وصفات الملكيه ناتي على قاعده whose لملك من. لما اقول whose pen is this لملك من هذا القلم يقول لي it's mine ملكي، mine ملكي. واحد يقول لي it's belong to me، it's belongs to me يخصني. ممكن اقول it's his ملكه، it's hers ملكها. يبقى whose معناها لملك من ياتي بعدها اسم الشيء فعل مساعد فاعل. لما اقول whose pen is that اقول it belongs to me، it's his، it belongs to them او it's theirs. بكده يا جماعه نكون انتهينا من اهم شيء في الوحده التاسعه اللي بتعبر عن الملكيه. خدنا الكلمات وعرفنا whose لملك من وبنسال بيها عن الشيء المملوك. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وباذن الله يتم المشاركه عليه، وان شاء الله قريبا مراجعات في غايه الاهميه على المنهج كله من الوحده الاولى للتاسعه، فان شاء الله هتعجبكم ويتم المشاركه عليها. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.